عليكم خواتاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو معايا. كما كتشوفوا اليوم جبت لكم احداث متوقعه من المسلسل جوديا اللي خدا مشاهده كبيره من قبل الاذاعه والتلفزه المغربيه من القناه الاولى. وقبل ما نبدا معكم الفيديو نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد الفيديوهات، وما تنساوش لي لايك البنات اللي هو اهم حاجه باش يوصل الفيديو لاعلى مشاهده. خواتاتي غادي نبدا لكم بجوديا. جوديا كما عرفتوها جات تنتقم من عائله بن سالم. كما شفتوا في الاول كانت عايشه مع شامه، من بعد مشات للقهوه تخدم في القهوه ديال بن سالم تما باش تعرفت على كارم وبدا كيبغيها، وبطبيعه الحال حتى جوديا بقات كتبادلوا نفس الشعور. كما شفتوا كريم بغى يخطب جوديا، ولكن بن سالم هو اللي تكلم قبل منه ثم تصدم كريم. وفعلا الحاج بن سالم تزوج جوديا ودخلات الفيلا. ثم بدات الصراعات مع فطومه. غادي تدخل جوديا الفيلا، من بعد فطومه غادي تبقى تبحث على جوديا وغادي تعرف هي شكون هي، ويعني شكون الاصل ديالها من جات وشكون الام ديالها. غادي تعرف كل شيء عليها من بعد ما تكون انتقمت جوديا من فطومه. ولكن جوديا بغات تنتقم من حاج بن سالم حيتاش كان كيبغي الام ديالها حليمه، وفطومه اعترضت وعملت مشاكل مع خوها باش ما يتزوجش بحليمه الام ديال جوديا. والحاج كان كيبغي حليمه وكان معاه ناوي معاها الحلال، ولكن فطومه اعترضت وعملت له مشاكل. من بعد ملي عرفت فطومه بان حليمه حامله من كنزه، تما فطومه باش جرت على حليمه وهي حامله. ما بغاتش يكون عنده الموارث ديال الحاج بن سالم. حليمه مشات للمدينه ديالها سطات تما باش تعرفت على جوديا، تما رباتها مع البنت ديالها كنزه. وغادي تشوفوا خواتاتي بان الحاج بن سالم غادي يبقى يبغي جوديا حيتاش كتفكروا بالام ديالها. خدت المواصفات كامله ديال الام ديالها اللي رباتها بالطيبه ديالها بالاخلاق التعامل. لذلك خواتاتي ما غاديش الحاج بن سالم يخلي شي واحد يفرقوا على جوديا بحال فطومه ملي فرقاتو على حليمه. هنايا غادي يشد فيها وغادي يزيد يبغيها، والمبتغى ديال جوديا هي تنتقم وتاخذ الفلوس وتاخذ الفيلا والاملاك كامله باش تعطيها للاخت ديالها اللي خداوها من الام ديالها. وفطومه هي السبب هادشي كامل، وغادي تنتقم من فطومه لان الام ديالها تعذبت بسببها. وجوديا غادي تعمل المستحيل باش تفرقهم على بعضيتهم، وغادي تفرق فطومه ولادها عليها، وغتفرق الحاج بن سالم على اخته، وغتخليهم بعدين مع على بعضيتهم. وغادي تمشي تتقارب حتى من العرب راجل فطومه حتى هو غادي تبعدو. المهم غتجبد لهم المشاكل في الدار. كما شفتوا خواتاتي بان كريم والاخت ديالو مرباهم الحاج بن سالم، ولكن مع المده كريم غادي يكتشف الحقيقه بان الحاج بن سالم هو السبب في الوفاه ديال الاب ديالو. لذلك قرر الحاج باش يربيهم هو والاخت ديالو كوثر. وحتى الاب ديال كريم كان عنده النصف ديال الثروه ديال الحاج بن سالم لانه كان شريك معاه. والحاج بن سالم كان هو السبب في الوفاة ديالو، قال غادي يربيهم باش يصلح الخطأ ديالو. هنا كريم غادي يكتشف الحقيقة وغادي يبقى يفكر في الانتقام. من بعد غادي تشوفوا كريم وجوديا غادي يتفقوا باش ينتقموا من ديك العائلة باش ياخذوا حقهم منا. وغادي تشوفوا كنزة خواتاتي بان غادي تعمل مشاكل فاطمه، وغادي تبقى تخرج مع الصديقه ديالها، وغادي يبقاو يمشوا في الطريق المنحرف. وكما عرفتوا بان كنزه باقا صغيره وخاص لي واعيها وشوفها فيما جا وفين جايه. وفاطمه ما كديهاش فيها كتقول لها تينا ماشي امي وما عندك سوق فيا. وغادي تشوفوا خواتاتي بان كنزه غادي يهديها ربي وما غاديش تبقى تمشي في الطريق المنحرف. غادي تشوفوا فاطمه غادي تمرض، غادي يبقاو يضروها رجليها والسبب ديالها هي كنزه. هنايا كنزه غادي انبض الضمير ديالها وغتحس بالندم. كنزه غادي تتصل بجوديا وغادي تقول لجوديا بان فاطمه مريضه بزاف. وفعلا جوديا غادي تجي عندهم وغادي تتلاقى فاطمه وكنزه، وغترى بان فاطمه
السبب ديالها هو كنزة في المرض ديالها. هنايا جوديا غادي تعاود الحقيقة كاملة ان كنزة، وغادي تعرفوا في الحلقة الأخيرة بأن فاطمة غادي تاخد الجزاء ديالها بسبب المشاكل، غادي تدخل للسجن. وغتعرفوا الحقيقة بأن الحاج بن سالم غادي يتوفى، غادي يموت، والأملاك ديالو كاملة غادي كتبان جوديا. وغتعرفوا بأن كريم غادي يتزوج بجوديا. وهادو هما الأحداث أحبائي اللي أنا متوقعة غادي يكونوا في الحلقة الأخيرة، ومازال غادي يكونوا أحداث مشوقة في الحلقة الأخيرة. نتمنى قبل ما تخرجوا ما تنساونيش بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل فيديوهات ديالي. وشكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم، وعملوا لي شي تعليق يكون محفز باش نعطي ما عندي ونجيبكم فيديوهات جديده.